السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشنا قوي. النهارده هنصور اول فيديو لتنظيف البيت. فهبدا. لان اول حاجه عملتها نزلت الستاير والله كان صعب جدا بالنسبه لي. فدلوقتي انا حبيت اوريكم الستاره. انا دي بعد ما انا نزلتها، فانا الستاير بتاعتي طبعا انا مش مقدرش ابدا انا احطها في الغساله، لان زي ما حضراتكم شايفين الستاير بتاعتي مطرزه. فالتطريزات دي انا لو دخلتها الغساله انا اخاف عليها ان التطريز ده يتنتش، لان القماش شفاف. انا معرفش قوي في الاقمشه، معرفش اوريكم اسمه ايه بالظبط، بس صراحه انا اخاف على القماش بتاعي او التطريز بتاعي ان هو يبص في الغساله. فانا الحاجات دي هغسلها على ايدي، هعمل البانيو بتاعي ميه واحط اريال بس، مش هحط اي اضافات، لان هو اصلا الستاير مش وسخه، هي بس مطربه تراب. فانا هغسلها بالاريال فقط، ما اقدرش احط كلور، ما اقدرش احط اي اضافات، لان الستاير بتاعتي فيها تراب فقط لا غير. فانا كده حاطه الستاير بتاعتي قدامكم. حبيت اوريكم الدبابيس بتاعت الستاير دي كده، التفصيله بتاعتها كله ده معمول على خيط متدكك، كاني يعني مش عارفه اوريكم ايه بالظبط، كاني متدككه كده على اساس تبقى مكنكشه كده وكلها ايه زي ما حضراتكم شايفين كده مكنكشه في بعضيها. فانا كده الدبابيس الصغيره دي هي اللي انا كانت هخلعها دلوقتي طبعا قبل الغسيل، فهي كانت موجوده في الدبل اللي في الماسوره، فانا نزلتها واحده واحده. وهبدا دلوقتي افضي الستاره بتاعتي من الدبابيس بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده انا خلاص كده بجهزها للغسيل، وان شاء الله برضو هحطها قدامكم في البانيو بالقرر بتاعها وهوريها لكم. هنقعها زي نص ساعه، وبعدين هاخدها كده على ايدي كده. يعني مش غسيل، انا طبعا هقطع الدنيا كده، لا هي متطربه بس. هحطها في الاريال وفم اتنين كده بالاريال، وبعدين هشطفها. وعلى فكره دي ما بتتعسرش، القماش زي كده ما ينفعش ابدا ان هو يتعسر. انا هطلعها كده من الشطيف بتاعها وهحطها تتصفى، وبعد ما تتصفى كويس يا دوب هتشم الهواء كده في البلكونه على طول هنزلها وهكويها. انا حابه يا بنات اوريكم كل حاجه على الطبيعه. انا طبعا عشان الستاير بتاعتي كبيره شويه فما ينفعش ابدا احطها في طبق ولا اغسلها مثلا في حله كبيره ولا الكلام ده، لا انا طبعا هحطها في البانيو عشان تاخد راحتها وعارفه انقعها كويس. فانا كده حطيتها في الاريال العادي ليها تقريبا نص ساعه. مجرد ما انا بعمل كده لقيت التراب كله اللي في الستاير بيطلع في الميه. فانا مش محتاجه اكتر من كده. حابه ان انا اكون طبيعيه قدامكم، حابه ان كل حاجه تكون مظبوطه، ويا رب كده تكون سهله بالنسبه لكم. عاوزين نتنشط ويلا شد حيلكم. نزل الستاير النهارده ونشتغل فيها بكل جديه وبكل شطاره. وانا كده خلاص انتهيت من غسيل الستاير، هخلص واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحد ما انتهي منهم كلهم ان شاء الله النهارده. وبكره نتقابل في غسل السجاجيد. سلام، يلا باي باي. ورجعت لكم تاني يا بنات في القطعه الثانيه من الستاير. انا طبعا مش هقدر اصور لكم كل الستاير لاني انا ستايري صراحه كتير شويه، فانا دي هصور لكم القطعه دي كده. انا الثانيه القطعه دي انا خلاص خلصت غسلها، انا كده بشطفها زي ما حضراتكم شايفين. ليه انا برضو مرضتش اغسلها في الغساله؟ عشان طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا في شغل خرز وحاجات زي كده. الحاجات دي انا لو حطيتها بالغساله كله ده هيبوظ وهيتقطع. طبعا ده الصورات بتاعت الستاره خساره طبعا هي بتتقطع. انا الستاير دي لو حضراتكم تفتكروا اصحاب سوبر نونا قبل كده هي صورت الستاير بتاعتي لما كانت جديده، فعملت عليها فيديو، فحبت توريها لاصدقائها واحبابها على القناه بتاعتها. فكل الناس بعتت سؤال مهم جدا، طب ازاي دي بتتنضف، طب ازاي دي بتتغسل؟ فانا النهارده بفكركم الستاير بتتغسل قدامكم وهي مش صعبه طبعا، هي في شويه مجهود زياده بس مش مشكله، لان الغسيل ده مش بيكون كل يوم ولا كل شهر. تقريبا انا ممكن اغسل الستاير دي كل 5 شهور، لان الستاير دي بيبقى فيه تنظيف اسبوعي عليها، لكن الغسيل بيكون كل 5 شهور، مرتين في السنه هيكون ماشي. لكن التنظيف بتاعها طبعا بيكون كل اسبوع، بيبقى فيه تنظيف شامل في البيت كله بتتنضف. فانا كده زي ما حضراتكم شايفين الستاير بتاعتي هنا دي ستانات
ودي ستانات مشغوله بالفضي. وطبعا هنا في الشغل بتاعها ده طبعا ما اقدرش، طبعا زي ما حضراتكم قبل كده قلت لكم ما اقدرش اغسلها في الغساله عشان الاكسسوارات بتاعها. فخلاص كده انا انتهيت من غسيل الستاير. بقول لكل ست مبدعه في بيتها يلا شد حيلك نزلي ستايرك. انا النهارده نزلت الستاير كلها وانتهيت ان شاء الله من غسيلها، وجبت كل المفارش بتاعت البيت برضو غسلتها. فالنهارده يوم الغسيل، كل حاجه عندي في البيت انا جبتها وغسلتها، مفارش، ستاير، كل حاجه زي دي انا غسلتها. الورود غسلتها، الانتيكات تتلمع وتتنضف وتتركن كده في حته بعيد. فانا كده خلاص انتهيت من غسيل الستاير والغسيل كده، انتهينا الحمد لله. اول نقطه. تاني نقطه، بكره نشجع هنغسل السجاجيد. يلا كل ست مبدعه في بيتها وقول لها يلا يا حبيبتي شد حيلك وشد دراعاتك، بكره في غسيل السجاجيد. كل سنه وانتم طيبين واسيبكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.